سلام يا ماما. تعالي هنا. انت رايحه فين؟ رايحه اشوف في ايه، ما حدش فيهم بيرد عليا خالص. ها يا اختي انت محسساني انها اول ست بتطلق. طب ما سوريا بنت خالتك اهي متطلقه، ومن ساعه ما اتطلقت وهي عايشه احسن عيشه. ولا زينب بقى يا سعدها يا هناها، دي بقى حضنه. حضنه؟ حضنه بتقولي ايه يا ماما؟ اقعد ساكته انت عبيطه، ما انتش فاهمه حاجه. طب والنبي يا ماما مالكيش دعوه، لو عندك حاجه حلوه قوليها. امك ما بتقولش غير الحلو والصح، واقطع دراعي من هنا. ان ما كانت زينب فضلت تزهق في الراجل عشان تاخد اللي وراه واللي قدامه، تمكين مسكن، حضانات، نفقات، وشيء وشويات، انتش عرفك. الو، ايوه يا زينب، مش بتردوا ليه؟ ايه اللي حصل؟ مستشفى ايه؟ ازيك يا دعاء؟ عماد، ازيك؟ انا كنت عايز اتكلم معاك شويه. اتكلم معايا فين بس؟ ده مكان اكل عيش يا عماد. انا مش هاخد من وقت كتير. انا عارف ان فات اكتر من سنه على اخر مره اتقابلنا لما هزقتيني. بصراحه بقى كان عندك حق، انا كنت موزق فعلا. بعدين حاولت اكلمك كتير قوي بس انت ما كنتيش مدياني اي فرصه عشان تسمعيني. اسمع ايه بس يا عماد، انا خلاص نسيت الموضوع ده. انا كنت فاكراك انت ونانسي اتجوزتوا، لما اختفيتوا فجاه كده انتوا الاتنين. لا انا ما اعرفش حاجه عن نانسي خالص بقالي فتره، وبعدين ما حاولتش اصلا ان اعرف حاجه عنها يعني. غريبه، دي غيرت تليفونها وسابت شغلها. انا فكرتكم بجد اتجوزتوا. بعد الشر يا بنتي، دي كانت لعنه في حياتي. الحمد لله الحمد لله، من ساعه ما سبتها وربنا كرم من واسعه كل حاجه اتغيرت. بقول لك ايه، انت لازم توصل لحل مع جوز اختك. الراجل ده عايز يروح مستشفى حكومي وهيعمل تقرير طبي، مش هتعرف تخرج منها. يا فندم، ما انا حكيت لحضرتك كل حاجه حصلت. ده بيتبلى عليا، عايز يلو دراعنا. اسمع مني، انتوا ناس طيبه مش بتاعت مشاكل. هو بقى مش ناوي على خير، وحامي شاطر وهيقفلها لك بالضبه والمفتاح. فيتحل معاه ودي، يشوف لك محامي شاطر يخرجك منها. يا فندم والله ده بيتبلى علينا. وصلت؟ متشكر جدا يا فندم. أنا عايز تقرير طبي ملفوف لف الجاتوه. من عينيا، بس انت لازم تقعد معانا في المستشفى. هو ايه اللي لازم يا عم رمضان؟ هو في ايه؟ هو احنا اول مره؟ امسك يا عم رمضان، روق على حالك كده وفتح دماغك معايا. الاستاذ اهو بشحمه ولحمه قاعد قدامك، انت عايز ايه تاني؟ لازم يقعد يومين، في محاضر هتتعمل وفي ضابط هيجي ياخد اقواله. ما تقلقش، أنا هستنى الظابط. اظبط أنت بس التقرير مع الدكتور واخلص. من عينيا، عينيا يا باشا، عينيا لك. حاضر. والله ما هيحصل حاجه، صدقيني كل حاجه هتبقى كويسه. طب لما كل حاجه هتبقى كويسه، احمد بيعمل ايه في القسم دلوقتي؟ بيعمل شويه اجراءات وهيطلع، وكل حاجه هتبقى تمام، وبابا كمان. خير يا دكتور، طمني. لازم نعمل قسطره في اسرع وقت، عنده جلطه في المخ ولازم نتدخل في اسرع وقت. طب وحضرتك ما عملتش كده ليه على طول؟ انا بالفعل هعمل كده، بس لازم حد من حضراتكم يروح الحسابات الاول. تمام يا دكتور، بعد تمام اذنه. تمام. قمت الا بالله. منال اهدي هيبقى كويس والله. جايله جلطه في المخ بسببي انا. لا ما تقوليش كده يا حبيبتي، لا ده نصيب وقدر. لا ده بسببي انا. لا والله لا اهدي. لا حول ولا قوه الا بالله، هيبقى كويس. لا حول ولا قوه الا بالله. أنا عايز أقول لك حاجة يا مدام رحاب. يا ربنا رزقك بزوج، أتمنى ألاقي واحد زيه وأجوزه لبنتي. بتقول لي كده يا دكتور؟ لأنه جالي قبل منك وطلب مني ما أقولكيش نتيجة التحليل بشكل صريح علشان ما أضايقكيش، حفاظا على مشاعرك، وده مش بنشوفه كتير. ورغم كده إحنا عندنا أمل، دايما عندنا أمل، حتى ولو كان أمل صغير يعني، لكن بإذن الله وإرادته بيكبر. يا رب. طيب يا دكتور، حضرتك رأيك نعمل إيه؟ الفرصة الوحيدة قدامنا دلوقتي إن إحنا نمشي على كورس منشطات لفترة، وبعد كده هنعمل عملية حقن مجهري. وده ينفع يكون حل؟ ما قدامناش حل غيره. انا اسفه، لازم ارد على التليفون. ايوه يا زينب، انا عند الدكتور، هكلمك كمان 5 دقايق. ايه؟ يا جماعه في حاجه غريبه بتحصل. حاولت استخدم الكارت مش شغال، رحت الاي ام اسحب فلوس ما سحبتش، عملت استعلام على الحساب لقيت الرصيد 0. انت متاكده كان معاكي فلوس في الحساب ده؟ يا بنتي متاكده، هو انا مجنونه؟ والله ما قصدي، بس مين هيسحب الفلوس كلها؟ معرفش، انا عشان كده هتجنن. المهم دلوقتي بس
اعرف ان المستشفى محتاجه كام وانا هتصرف. يا جماعه هو كل ده بيحصل ليه اصلا؟ اهدي بس اهدي عشان نعرف نفكر في موضوع اخوكي وابوكي وابنك كمان. مبدئيا كده موضوع المستشفى ده ما تشيليش همه، انا هتصرف. اهم حاجه دلوقتي تشوفي محامي لاخوكي، انتوا كده بتلعب بيكوا. موضوع الحساب صفر ده مفيش حد وراه غير جوزك. هنزنكوا. ايه يا جماعه اللي حصل فيه ايه؟ مش دلوقتي دعاء، بعدين. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ اروح اشوف ابني ولا اشوف ابويا هيبقى كويس ولا لا، ولا اروح اساعد اخويا، ولا اعمل ايه؟ ابنك اكيد مع المدعو ابوه، وباباكي باذن الله هيطلع من القسطره على خير. المهم بس نطمن على احمد. طب وهسيب بابا ازاي؟ ما تخافيش، احنا موجودين وبطه جايه في الطريق. اهم حاجه بس تطمنينا على احمد. طب انا دلوقتي محتاجه محامي، لازم يبقى معايا محامي شاطر. محروس جوز بنت خالتي محامي شاطر جدا، هروح له واحكي له واشوف يقدر يساعدنا ازاي. طب ممكن اطلب منك طلب يا دعاء؟ خليه يروح على الاسم وانا هحصلك على هناك على طول وهشرح لك كل حاجه ساعتها. طيب ماشي، هكلمكم. انا اسفه قوي ان انا تعباكم معايا، والله حقك عليا. لا يا حبيبتي ما تشيليش هم، روحي بس اطمني على احمد. ماشي. بابا حصل له ايه يا زينب؟ كان له جلطه في المخ. اقسم بالله اسامه ده لو وقع تحت ايدي مره تانية لا هخلص عليه المره دي. خلاص يا احمد، احنا في ايه ولا في ايه؟ انا هنعمل ايه دلوقتي؟ الظابط بيقول لي لازم تحلها ودي مع جوز اختك. اللي فهمته من كلامه بيقول ان احنا لازم يبقى معانا محامي، ومحامي شاطر قوي كمان، والا مش هنعرف ناخد حقنا من الجزمه ده. ودي ايه يا احمد؟ انا عمري ما هامن للراجل ده تاني. ولا انا طبعا. بس انا دماغي هتنفجر، مش عارف افكر ومش عارف هنتصرف ازاي. دوري لنا على المحامي ده بسرعه والنبي يا زينب بسرعه. حاضر. بيقولوا ان هو محضر لي تقرير طبي هيحبسني، يعني هيحبسني. ما تقلقش، دعاء بتجيب محامي وهتجيب احسن محامي ان شاء الله. ان شاء الله. انا هعترض على النيابه، المحامي ده لازم يجي بسرعه ويبتدي يشتغل. هيحصل هيحصل. طمني على البابا على طول. حاضر. حقك عليا يا احمد، انا اسفه ان انت بتمر بكل ده، حقك عليا. هتعدي ان شاء الله وهتتحل على خير يا رب. المهم بس بابا يقوم بالسلامه، خد بالك منه والنبي. حاضر. وماما ومنال ومعز، علشان لو جرى لي اي حاجه، لو خدت حكم. احمد ما تتكلمش كده، ما تتكلمش كده، مفيش حاجه هتحصل، هتطلع وكل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. يلا يا فندم عشان هتعرض على النيابه. اما انا في رقبتك معز. ما تخافش والله يا احمد، ما تخافش والله. وفهمني المحامي اللي حصل كويس. هعمل كده. قولوا له ان هو اللي خبط نفسه بالبتاع دي على راسه وخرج بره وقعد يتصور عشان يبقى ان انا عملت كده. ايوه يا بنتي، انت فين؟ خدوا احمد على النيابه. هاتي المحامي وتعالي لي على هناك بسرعه. شوف اصغر محامي عندنا وابعته. حاضر يا ريس. بس يعني هو حضرتك فعلا ناوي تحبسه؟ هو انت من امتى بتسال اسئله مالكش فيها يا حسين؟ لا يا ريس، انا مش قصدي، انا بتاكد بس عشان اقول اللي هيروح ده بس. بلغوا ان الواد احمد ده ما يخرجش خالص. فاهم؟ فاهم يا ريس، فاهم. هو فاكر نفسه عشان محامي هيعرف ياخد حقي، اقسم بالله العظيم ما هيحصل. انا مش عارفه هو عمل كده ازاي اصلا، وهو عارف ان القانون في صفك. يا مدام زينب، مش انت قلتي لي ان انتوا الاثنين الصبح الدنيا كانت بينكم تمام؟ صح. ورحتوا الشهر العقاري وسابك هناك؟ مظبوط. وكلم باباكي وقال لك انت طالق؟ حصل. مش ده اللي مكتوب خالص في المحضر. امال ايه اللي مكتوب؟ مكتوب ان اخوك اتعدى عليه بالضرب في مكتبه ومتهمه بالشروع في قتله، وكل دوت بعد ما خلص اجراءات الطلاق اللي انتوا المفروض متفقين عليها من اسبوع. وحضرتك بتقول ايه؟ اسبوع ايه؟ ايوه يا مدام زينب، مكتوب ان انت اتطلقتي رسمي من اسبوع وخدت كل متعلقاتك ومتنازله عن اي حاجه تانية. ده غير ان في عقد اتفاق ما بينكم بتقولي فيه ان انت متنازله عن حضانه الطفل ليه هو، وكل دوت في عقود مكتوبه وممضيه عليها. يا فندم هو حضرتك بتقول ايه؟ انت بتقول ايه؟ انا ما بجيبش حاجه من عندي، ده اللي مكتوب في المحضر ومرفق مع المحضر صور العقود اللي انت ماضي عليها. ما حصلش، اقسم بالله العظيم ما حصل، الكلام ده كده. كل ده حصل في يوم، اسبوع ايه؟ هو طلعني بالتليفون، اسبوع ازاي بس؟ طيب ممكن تهدي؟ مدام زينب انا المحامي بتاعك ولازم اسالك، ويا ريت تبقي صريحه معايا، انت فعلا ما تعرفيش اي حاجه خالص على اللي انا بقوله ده؟ هو حضرتك مش مصدقني؟ بقول لك اقسم بالله العظيم ده ما حصل، ده اذا كان هو مكلم ابويا ومطلعني برضه على التليفون. يعني ايه يا بت؟ جوزك اتحبس ليه؟ مش عارفه والله. هي تعملها وتخرب عليك انت؟ لا، انا الكلام ده ما يدخلش دماغي. ماما والنبي الله يخليكي بالراحه عليا، انا مش مستحمله. لا يا بت، فتحي مخك واعرفي ايه اللي بيحصل بالظبط وايه اللي حبس جوزك. وانا هشوف حد يروح يتقص في الاسم. ما هي زينب راحت له. وما رحتيش معاها ليه؟ معرفش، هي سبقت عشان تجيب له محامي وانا قعدت هنا مع طنط. يبقى البنت دي مخبيه حاجه.
انا جايالك. لا تيجي فين؟ والنبي ما تيجي، انا هفهم كل حاجه وهجيلك لحد عندك، بس ما تجيش والنبي، انا مش عايزه مشاكل. يعني افهم من كده ان كل الامضاءات اللي حضرتك مضيها دي مش بتاعتك؟ لا مش بتاعتي. الحاجه الوحيده اللي مضيت عليها هي عقد الفيلا. فيلة ايه؟ فيلا كان هو هيشتريها وهيكتبها باسمه. طيب معاكي صوره من عقد الفيلا دي؟ لا. طيب احب اقول لك يا مدام زينب ان انت مضيتي على كل العقود والتنازلات دي دون علمك. اقسم بالله العظيم ما عملت كده، مستحيل يا جماعه، هو في حد بيتنازل عن ابنه؟ دعاء الحقيني. هو ده قانوني اصلا يا محروس ان ام تتنازل عن حضانه ابنها؟ قانونا مفيش حاجه اسمها التنازل عن حضانه الطفل، بس خلوني يا جماعه اقرا الورق كويس عشان افهم حيثيات القضيه، عشان واضح كده ان اسامه اي حاجه بيعملها معاه سند قانوني ليها. يعني ايه؟ يعني هو طلقني من اسبوع وضحك عليا وخد مني ابني وخد كل حاجه؟ بالظبط يا مدام زينب. للاسف كمان احمد اتجدد له 15 يوم على ذمه التحقيق. ليه؟ اسامه عمل تقرير طبي من مستشفى حكومي وقفلها علينا خالص. يعني ايه؟ هو انا عملت ايه عشان كل ده يحصل معايا؟ مش وقته، مش وقته يا زينب. وايه الحل دلوقتي يا محروس؟ للاسف الموضوع عمال يتعقد اكتر، واسامه عامل حسابه على كل حاجه عشان احمد ما يخرجش منها، عشان زينب لما تكتشف موضوع التزوير بتاع الاوراق ما تعملش بيه اي حاجه. لا 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 كده كتير قوي. هو انا المفروض اعمل ايه؟ ادور على ابني ولا اطلع اخويا ولا اروح ابوه المستشفى ولا اشرب من دمه ولا اعمل ايه؟ اللي انت بتقوليه ده بس. كل حاجه راحت يا دعاء، كل حاجه راحت في يوم واحد. هو بيعمل معايا كده ليه؟ مستحيل هو ده الراجل اللي انا اتجوزته وخلفت منه. انا لازم اروح اعرف هو بيعمل معايا كده ليه، لازم افهم هو بيعمل كده ليه. انا لازم اروح. استني مش هينفع يا مدام زينب تروحي له خالص، لان احنا مش عارفين دماغه فيها ايه ولا هو ناوي يعمل ايه تاني. بالظبط، محروس عنده حق، احنا مش عارفين لو رحتي له ممكن يعمل فيك انت ايه. مدام زينب خليكي عارفه ان اسامه ده مش سهل وفاهم قانون كويس، واي حاجه هتعمليها غلط هيستغلها ضدك، فلو هنعرف نجيب حقك كده هنضيعه. خلينا نقرا الورق كويس ونقعد نفكر مع بعض ونشوف هنعمل ضده ايه. فكر في ايه؟ هو انا المفروض وانا مع جوزي ابص انا بمضي على ايه؟ المفروض جوزي اللي كاتب لي كل حاجه اراجع وراه. هو انا اصلا المفروض اخونه؟ مش المفروض في وجوده اكون مطمنه؟ انا ما بقتش فاهمه حاجه، انا فعلا مش فاهمه حاجه.